الحين عيالنا قاعد تضيع من عندنا واحد واحد، مخدرات، سرقات، الفراغ يجيب جريمة، لا هم تزوجهم نقول نفتك من شرهم تزوجون، ولا البنات يجيهم نصيب. الحين كويتي يبي كويتية، سعودي يبي سعودية، البدون يبي كويتية، يعني ما في مجال، لا البنات نقدر نزوجهم ولا الشباب نقدر نزوج نقول روحوا هم فوق روسنا. راح اطلق الرجال عشان امشي على قانونهم، ارمله او مطلقه تاخذين بيت تصيرين شيخه. شلون ام عبد الله دقيقه في قانون انك في حاله انك طلقت الزوج شلون يعني فهمين الوضع؟ اذا طلقت زوجي احط عيالي ملف الجنسيه، يعطوني قرض هذا ال 45,000 اللي قالوا عليه التسليف، مطلقه وارمله، اجنس عيالي. يهونون عليك عيالك انك تطلقين زوجك بعد الخدمه هذه؟ يعني يهون عليك الزوج انك تطلقينه؟ ما يهون علي ابو عيالي، ما يهون، هو يقول تعالي انا طلقك، هو قاعد يقترح له السالفه، يقول عشان عيالي انا رجال كبير وانا اروح، شو نسوي يعني على ذمه الحكومه، حكومتنا ما صفتنا، انا ماده اولى ومن اب وجد واهلي كويتيين وحريم اخوان، لما اجيهم كاني ذليله عندهم، يعني ما يصير الشكل. الفقره الثانيه الماده الخامسه فقره 2 اللي هي ابناء الارامل المطلقات، هذه عندنا كل كويتيه تتطلق او تترمل كويتيه تفتح ملف. طبعا اللي تتطلق فيها قرار اللي من الطلاق، طلاق بائن يكون، مو طلاق اولى ويرد عليها. وهم في فرق بحث تبحث بالنسبه للملفات اذا كان مطلقها طلاق ومتزوجها برا الكويت، هم يعني تصير كذي، تصير نعم، يطلقها بالكويت ويتزوجها برا الكويت، برا عادي يعني يحللها عشان العيال. فانت هذه تفتح الملف بعد 7 سنوات من الطلاق. لان يصير الملف تحت قيد البحث. زين، فتحت الملف، الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه وتحافظ على خلو الحياه الزوجيه. طيب، والخطوه الثانيه تفتح ملف وتاخذ ونرفع عيالها متى يصيرون كويتيين؟ طبعا هم اذا قصر نرفع حق معالي وزير الداخليه يعتمد يعاملون معامله كويتي. بالضبط، هذا لحين بلوغ سن الرشد. وعقبها يجهز الملف للتجنيس. للتجنيس، بس طبعا هم في لازم تسلسل دراسي، اقامه بالبلاد، مو يكون عايش برا الكويت ويقول لي والله انا بتجنس. لازم تواجد في الشغلات هذه. نعم. وبالنسبه للارمله بعد 5 سنوات تفتح ملف وتمشي على نفس المميزات هذه الطلبات. طيب، اذا المطلقه هذه اذا تزوجت باخر غير ريلها الاولي خلال فتره ال7 سنين يسقط حق عيالها في التجنيس؟ اي بس خلاص يوقف ملفها. الكويتيه؟ اي نعم. اذا الكويتيه اللي تبي تجنس عيالها تبي لازم ما تتزوج. اي بس تحافظ عليها. ما تشعر معاي، ما تحس، انا ادري ان مو انت اللي حاط القانون وانت المطلوب منك تنفيذ القانون، لكن ما تشعر معي ان هذا قانون يعني مقلوب مو منطقي؟ نقول حق الكويتيه لا تتزوجين، ترى اذا تزوجتي ما نجنس عيالك. يعني هذه انا اعرف انه قانون قديم واعرف ان انت مو مسؤول، يعني مو انت اللي مشرعه، لكن يعني انا احس انه انسانيا هذا القانون بحاجه الى مراجعه، لا مو بس انسانيا، الا انسانيا وحتى من الناحيه الشرعيه، يعني انسانيا وشرعا يجب ان يراجع مثل هذا القانون. يعني ما ادري انا سالفه يعني انه لازم تطلقين واحد، انه لازم تطلقين من ريلك عشان نعطي عيالك الجنسيه. 2 يعني اغربوا واعجبوا من ذلك انه لازم ما تتزوجين خلال هالفتره هذه. طيب تبي تمارس يعني حقها الطبيعي في الحياه كامراه، ليش انا احرمها من انها تتزوج؟ طبعا اذا تزوجت كويتي ما عندكم مشكله، ولا عندكم مشكله حتى؟ لا ما في شيء الكويتي، بس انا اقول لك لا انا اتكلم عن الكويتي. هي لازم تحافظ على خلو حياتها الزوجيه. لا لواء مازن، اذا بتتزوج كويتي لا ما في كويتي ما في مضره، ما راح ننضر منها، بس انها ما تصير لي يعني عمليه تفريخ بس كل ساعه بفرق وانا اجنس يعني.